اليوم باش نعملوا مع بعضنا البنادق التونسية باللحم مفروم، وكل أسرارها باش تنجحلكم وتقعد معاكم أكثر مدة وما يفسدلكمش ما تفسدلكمش الكعابر متاعكم وتقعد مدة كبيرة. باش نستحقوا للحم مفروم أنا خديت 2 كيلو ونص، خديت مغرفتين تابلو كروية، مغرفتين نعناع شايح، مغرفة هريسة عربي، 2 مغارف ثوم معاهم التابلو كروية. هتصيروا نكتب لكم الديتاي الكل. بابريكا، حطيت فلفل أحمر، حطيت شوية كركم، وحطيت شوية ماء، وحطيت شوية زيت زيتونة. الماء هنا حطيت قرابة كاس متاع 200 مليلتر باش يجيكم طري، الكعبة متاعكم تجي طرية وما تجيش حرشة، وباش كي تحطوها تسقطوها من بعد في الماء والزيت باش تطيب ما تترشق لكمش وتجي مش مزيانة. المهم من بعد حطيت الكعبة، كملت الكعبة متاعي الكل، حطيت في مقفول، حطيت إترة ونص ماء عليهم إترة زيت زيتونة، ما تحطوش زيت نباتي. وبديت نسقط في كعبات البنادق نتاعي بالكعبة باش ما يتغفصوش. من الاول ما تحركوش، تخليوهم شويه قرابه 15 دقائق ما تحركوهمش، ومن بعد تبداو تحركوا بشويه، ومن بعد تخليوهم هكاك حتى كشيلين يقف على زيتو كما تشوفوا لهنا. الماء كله تبخر وقعد كان زيت زيتونه.